السلام عليكم ورحمة الله. ولادي وحبايبي، أحلى وأغلى وأجمل وأجدع وأشطر دكاترة في كل الدنيا. 2026 إن شاء الله بنجاحكم كلنا فرحانين، وبإذن الله كلنا مبسوطين. بنتقابل مع بعض في النموذج الاسترشادي الثالث 2026. السؤال الأولاني يلا بينا، بيقول لي أي مما يلي يعد صحيحا إذا اختفت الأربطة من مفصل الفخذ؟ هو الرباط فايدته إيه في المفصل أصلا؟ يحدد حركة المفصل. اوعى 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 اوعى، اللي بيحدد حركة المفصل رباط. اللي بيحدد حركة المفصل رباط. هيزداد الاحتكاك بين عظمة الفخذ وعظمة الحوض. الاحتكاك ده مسؤول عنه الغضاريف. تتحرك عظمة الفخذ في اتجاه خاطئ، مش عارفة تحدد الحركة، ده ينفع. نفقد القدرة على تحريك الطرف السفلي، لا. قد تلتحم الفخذ مع الحوض، لا. تتحرك عظمة الفخذ في اتجاه خاطئ، لأن اللي بيحدد حركة المفصل رباط. 2. الشكل يعبر عن أحد المفاصل، أي مما يلي صحيح بالنسبة للعظمة المشار إليها بالحرف إكس. أنا بتكلم على الرتفة. تعمل على تقليل احتكاك العظام عند المفاصل. اللي بيقلل الاحتكاك غضاريف. حماية مفصل الركبة، صح جدا. تسهيل حركة العظام، ده السائل الزلالي. ولا اتزان مفصل الركبة، هي حماية مفصل الركبة، وبتحمي الأربطة اللي موجودة في مفصل الركبة. أثناء عملية الشهيق والزفير في الإنسان تتحرك عضلة الحجاب الحاجز والضلوع. ما الوصف الصحيح لنوع الحركة؟ دائبة زي سيتوبلازمية على فكرة، هم ودي حركة السيتوبلازم. طبعا هي موضعية أكيد مش كلية. لما بتيجي تاخد نفسك صدرك مش بيطلع يروح مشوار ويجي، يبقى هي باشا حركة موضعية. 4. أي مما يلي يمثل ترتيب الأجزاء العضلية الهيكلية تنازليا من الكبير للصغير من حيث الحجم؟ طيب ما تيجي نشوف أنا وأنت بس. هو س دي عضلة، ص حزمة، عين ليفة، لام لييفة، ميم قطعة. يبقى هو متنازليا من حيث الحجم س ص عين لام. س ص عين، مفيش س ص عين لام، يبقى في س ص عين ميم. 5. من الرسم البياني المقابل، أي مما يلي يدل على الهرمون إكس؟ هرمون لما يزيد تركيز البول بيزيد، يبقى ده الهرمون القابض للأوعية الدموية. بيعمل على إعادة امتصاص الماء في أنبوبة النفرون، بيرجع المية من النفرون للدم. معنى كده إن كمية أو المية اللي موجودة في البول هتقل، يعني تركيز الأملاح اللي موجودة في البول هتزيد. 6. أي من العبارات التالية يعد صحيحا عن العضو واي؟ واي ده اللي هو الكبد، اللي رايح له شريان كبدي، وده وريد بابي كبدي، وطالع وريد كبدي. ده أحد هرمونات الأمعاء يؤثر في واي. أحد هرمونات، أنت قصدك الكوليسيستوكاينين يعني؟ تنفع. كل هرمونات الأمعاء؟ لا مش كلها، لأن السكرتين رايح للبنكرياس. إفرازات واي تؤثر في المعدة ولا تؤثر في البنكرياس. هو أحد هرمونات الأمعاء تؤثر في واي، يقصد الكوليسيستوكاينين. 7. عند حدوث انخفاض في درجة حرارة الجو يحدث زيادة ADH. لا، زيادة ADH ده لو درجة الحرارة زادت فالعرق زاد. نقص الأدرينالين المفروض يزيد عشان يديني طاقة. زيادة نشاط الغدة الدرقية. انخفاض سيروكسين مسؤول عن النشاط، يسخن الجسم يعني. إنما طبعا ملوش علاقة خالص مين الأنسولين. السؤال اللي اتكرر بقى في اللي قبل كده، نفس السؤال جايبين عليه أكتر، أو نفس الرسمة جايبين عليها أكتر من سؤال. الشكل المقابل يوضح طرق صور التكاثر في بعض الكائنات الحية. التكاثر زد وواي وإكس وإل. زد 2N N وN، وبعد كده N وN. N دي ادت N، رجعت ادت 2N تاني. معنى كده ان احنا عندنا في زد ده يا جدعان تكاثر جنسي هنا، وهنا حصل تكاثر لا جنسي، لان نون ادت نون على طول. هو ده مين يعني؟ نون يا اما تنمو يبقى ده نحل العسل، يا اما الانثى يا اما الذكر. ده كده تكوين الذكر، ودي كده تكوين الانثى. واي نون ادت نون ادت نون. انا بس عايز اشوف الاختيارات هنا.
تكاثر، انا شلت ده وشلت ده لان انا قلت ده تكاثر لا جنسي في نحل العسل. في جزء جنسي انما ماشي، في تكاثر لا جنسي في نحل العسل، هو لو هنتكلم على الاثنين ماشي. طب اصبحت واي نون ادت نون ادت نون، ده تجرثم ولا تجدد؟ لا ده تجرثم في عفن الخبز، لان عفن الخبز نون والحوافظ الجرثوميه نون وهينبت يدي نون. طب معلش اللي وراه اكس 2 نون ادت 2 نون تدي 2 نون، ده تولد بكري في حشره المن. خلي بالك بقى من الفكر، اتكونت بيضات 2 نون عشان تدي فرد كامل نون، اتكونت بيضات نون تتحد مع حيوان منوي نون عشان يديني 2 نون، ده تكاثر جنسي. طب فاضل عندنا ال بيقول لي ان 2 نون تدي 2 نون تدي 2 نون، دي زراعه انسجه فصل خلايا وزراعتها في وسط مناسب، وبالتالي تنفع بالنسبه لنا تبقى زراعه انسجه. طبعا يا استاذ تنفع جدا تبقى زراعه انسجه. 9 بيقول لي يختلف تكوين الزيجوت اثناء التكاثر بالاقتران في السبايروجايرا عن تكوين الزيجوت في الطور المشيجي للسراخس. طريقه التكاثر المستخدمه الاثنين جنسي. المجموعه الصبغيه للزيجوت 2 نون. نوع الخلايا المشاركه، لان في السبايروجايرا كانت دي خلايا جسديه عاديه، انما الزيجوت في المشيجي للسراخس كانت امشاج اللي هي السابحات المهدبه اللي هي كانت نون، والبويضه كانت نون. طبعا ولا التنوع الوراثي، يبقى نوع الخلايا المشاركه ده اللي يفرق عندنا ده عن ده. 10 اي العوامل التاليه لا تشارك مباشره في نجاح عمليه التلقيح في الزهره. خلي بالك بيقول لي لا تشارك مباشره في التلقيح في الزهره. عدد البويضات، حشرات، شكل الميسم، رياح. طبعا عدد البويضات. حشرات مهمة في التلقيح الحشري، شكل الميسم بيفرق في التلقيح الهوائي اللي هو الرياح. 11 كم عدد الثمار التي تكونها زهرة المتاع بتاعها عبارة عن 10 قرابل منفصلة. عدد الثمار عدد القرابل يبقى 10 ثمار. ده مباشر ده مباشر. 12 إفرازات الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي لذكر الإنسان قلوية، لأن الوسط القلوي. هي مين الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي للذكر؟ تقصد البروستاتا والحوصلة المنوية وكوبر يعني؟ الوسط القلوي يمنح الحيوانات المنوية مناعة؟ لا. يزيد من مستويات التستوستيرون؟ لا. يساعد الحيوانات المنوية على البقاء حية؟ أيوة. يغذيها؟ الأساس بالنسبة لي كوبر والبروستاتا دي اللي اتذكرت فيها قلوي مباشرة، وبيخليها حية ليه؟ لأنه بيعمل على معادلة حموضة مجرى البول. الفصل المغناطيسي للحيوانات المنوية هي تقنية تستخدم لفصل الحيوانات المنوية السليمة عن غير السليمة بطريقة دقيقة جدا. بفصل السليم عن غير السليم. في أي مما يلي يمكن استخدام هذه التقنية أفضل نتائج ممكن؟ التحكم في جنس الجنين، الإخصاب خارج الرحم، إنتاج توائم متماثلة، إنتاج توائم متأخي. هو بيقول لك بفصل الحيوانات السليمة عن غير السليمة بطريقة دقيقة. ما قاليش بفصل إكس عن واي عشان أقول له التحكم في جنس الجنين. الإخصاب خارج الرحم صح، لا توائم متماثلة ولا متأخية، لأن الكلام في راس السؤال نفسه قال لي إن إحنا بنفصل حيوانات منوية سليمة عن حيوانات منوية تانية غير سليمة. أي آليات المناعة البيوكيميائية التالية تحفز المناعة التركيبية في النبات؟ جلوكوزيدات، انزيمات نزع السمية، مستقبلات كنافين. طبعا هي المستقبلات توجد في النباتات السليمة والمصابة، يزداد تركيزها عقب الإصابة، يحفز جهاز المناعة الموروثة لدى النبات. ده كان أول بسم الله الرحمن الرحيم علشان تبدأ تنشط المناعة. 15 أي العظام التالية تنتج خلايا مناعية؟ لازم تبقى عظام مسطحة وطويلة، سلميات، رزغ القدم، لا طبعا هو القص. 16 عادة يدخل فيتامين بي 12 إلى المعدة ويرتبط بعامل تنتجه خلايا جدار المعدة، ثم ينتقل الفيتامين المتصل بالعامل إلى الأمعاء. يبقى هو من المعدة راح للأمعاء الدقيقة. الأسئلة اللي هي راس السؤال فيها كبير كده نحب نقف فيها على كلام معين. وبعد كده من الأمعاء وصل لمجرى الدم، يعني حصلت له عملية امتصاص. في فقر الدم الخبيث تنتج الخلايا البلازمية في جدار المعدة أجسام مضادة لهذا العامل، وتحد مع ذلك العامل بحيث يصبح غير متاح للارتباط بالفيتامين، وبالتالي لا يمكن امتصاص الفيتامين. المسار المتبع عند إصابة شخص بفقر الدم الخبيث. س
هو قال لي خلايا البلازمية دي في جدار المعدة، فالخلايا البلازمية موجودة في جدار المعدة، فيهم كلهم موجودين في جدار المعدة. بي 12 ده النجمة، العامل اللي هو شكله اسود ده، وادي الجسم المضاد اللي هو الهلال ده. طيب الخلايا البلازمية بتنتج أجسام مضادة، الخلايا البلازمية هتنتج أجسام مضادة، يعني لازم بعد الخلايا البلازمية يطلع منها ده. الخلايا البلازمية هنا العامل اللي بتنتج بجسم مضاد اللي هو ده. الخلايا البلازمية بتنتج أجسام مضادة، الخلايا البلازمية لا ده العامل، الخلايا البلازمية لا أجسام مضادة، الخلايا البلازمية أجسام مضادة، وبعد كده العامل. طب هو بيقول لي إيه؟ يصبح غير متاح للارتباط بالفيتامين، وبالتالي لا يمكن امتصاص الفيتامين، المسار المتبع عند إصابة شخص بفقر الدم السليم. يبقى أنا عايز أمنع الأجسام المضادة، عايز أمنع الأجسام المضادة إنها ترتبط بالعامل ببي 12. هنا الأجسام المضادة هترتبط ببي 12، مش هينفع. هنا لا، الأجسام المضادة ما ارتبطتش ببي 12، هنا العامل ارتبط ببي 12. هنا لا الأجسام المضادة ولا العامل ارتبطت ببي 12. وبعد كده كلهم طلعوا من عين راحوا للامعاء. بص مع الاسهم هنا عشان تبقى فاهم كويس، كلهم طلعوا علشان بص اهو كلهم يا حبيبي طلعوا عشان يروحوا من عين مع الامعاء. هنا الاجسام المضاده ارتبطت بالعامل ما ارتبطتش ببي 12. انا عايز بي 12 يطلع سليم، انا عايز بي 12 يطلع سليم، بي 12 طلع سليم في صوت من هنا اهو، اللي طلع طبعا ده ما ينفعش، بي 12 طلع من هنا اهو. استنى يا استاذ، طب ما هنا بي 12 طلع، بس بي 12 طلع ومعاه المركب طلع يعني راح للامعاء، ومعاه المركب الناتج من اتحاد العامل بتاعنا مع الجسم المضاد، يبقى الاصح بالنسبه لنا هي مين يا دكتوره؟ هي لا. طفل يعاني من مرض التليف الكيسي الذي يؤدي الى انتاج مخاط سميك جدا، اي من خطوط الدفاع الطبيعيه تاثر بشكل مباشر. خط الدفاع الثاني اللي هو الاستجابه للالتهاب، خط الدفاع الاول كل الحواجز الطبيعيه، خط الدفاع الاول بعض الحواجز الطبيعيه، خط الدفاع الثاني انتاج مخاط سميك جدا، دي الاغشيه المخاطيه، يبقى ده خط الدفاع الاول بعض الحواجز الطبيعيه. كيف يساعد الشكل اللولبي جزيء الدي ان ايه على اداء وظيفته؟ يسمح بانفصال الشريطين اثناء النسخ او التضاعف، دي الروابط الهيدروجينيه. بس برضو خلينا افكر، دقه المعلومات ويسهل اصلاح اي خطأ. لا، هو دقة المعلومات ماشي بس مش اي خطأ، لان انا عارف اذا حدث تلف في نفس الوقت في نفس الشريطين الانزيمات ما تعرفش تصلحه. يعمل على تكديس كمية هائلة من المادة الوراثية في مساحة صغيرة، تنفع علشان بيتكون نيوكليوسوم من التفاف الدي ان ايه حول الهيستون. يوفر لكل شريط ان يكون قالبا لبناء الشريط الجديد. هو ده مش الشكل اللولبي، ده وجوده في صورة لولب مزدوج. إن كانت ده الأصح أو ده الصح، فأنا رأيي إن جيم أصح، وما زلنا برضو بنعتمد على التعريف بالنسبة لنا تكديس كمية هائلة من المادة الوراثية في مساحة صغيرة، لأنه قال لي هنا أداء وظيفته جوه الخلية، إنما هنا لما يجي يحصل فيه تضاعف تمشي دال، بس جيم أصح. 19 جميع العبارات التالية تصف عمل انزيم بلمرة الحمض النووي دي ان ايه ما عدا. ده اللي بينسخ الدي ان ايه من الشريط التاني وبيعمل في الاتجاه 5-3. يضيف نيوكليتيدات جديدة الى الطرف 5، لا هو بيضيفها للطرف 3، دي غلط. يكون رابطة تساهمية بين النيوكليتيدات المتجاورة، طب والهيدروجينية لوحدها؟ بص قال لي يساعد في تكوين الروابط الهيدروجينية. طب بيساعد ازاي؟ عن طريق انه بيجيب نيوكليوتيدة تتكامل مع اللي موجودة، انما الرابطة الهيدروجينية مش هو اللي بيكونها. يضيف الطرف 5 للنيوكليوتيدة الجديدة للطرف 3 للنيوكليوتيدة السابقة، صح طبعا، يبقى الإجابة عندنا هي ألف. تشبه البلازميدات البكتيريا، تشبه البلازميدات في البكتيريا الدي ان ايه في حقيقيات النواة من ناحية شكلها الخطي وارتباطها بالهستونات، لا. احتوائه على نسبة عالية من الجينات الغير مشفرة، برضو لا فيهاش جينات. وجودها داخل غشاء نووي، لا. قدرتها على التضاعف في نفس الوقت، لا تتعقد بالبروتين وتتضاعف مع الدي ان ايه الخاص بالخلية الأصلية. أي مما يلي يعتبر من خصائص الجسم المضاد؟
بروتينات غير هستونية. بروتينات غير هستونية، ماشي، بس هو ما قالش تركيبية ولا تنظيمية، تنفع. طب يتكون دائما من نوعين من السلاسل الببتيدية، ده لازم. يدخل في بناء تراكيب خلوية، لا. توجد شفرته في البائية فقط، شفرته في كله، إنما هو يترجم في البائية. فالأصح بالنسبة لنا طبعا هو بي، يتكون دائما من نوعين من السلاسل البروتينية. هنا ما حددش إذا كانت تركيبية ولا تنظيمية، فالأصح بي. أي مما يلي يميز ال RNA عن ال DNA داخل خلايا حقيقيات النواة. يتكون من نوع مختلف من الوحدات البنائية. نوع مختلف، ده نيوكليوتيدة وده رايبو نيوكليوتيدة، ممكن. بس هنا ذكر حقيقيات النواة، وده ممكن في الأوليات والحقيقيات. ليه بقى؟ لأنه بيه قال لي يوجد داخل النواة وخارجها. هو يوجد داخل النواة وخارجها. طب يحمل الشفرة الوراثية بشكل دائم؟ لا. طب يحتوي تركيبه على روابط هيدروجينية في كل أنواعه في tRNA بس؟ يبقى هو يوجد داخل النواة وخارجها، ينسخ في النواة وبعد كده يروح للسيتوبلازم ياكل عيش بقى. 23. ماذا يحدث إذا لم يستخدم إنزيم الربط في تجربة استنساخ DNA؟ لم يستخدم. يتم ربط الجين والبلازميد عند انخفاض درجة الحرارة، ده مفيش ربط. ودرجة الحرارة تكون روابط هيدروجينية، إنما الجين والبلازميد هتتكون تساهمية. تتكون الروابط التساهمية ولا تتكون الهيدروجينية؟ ما ينفعش. تتكون الهيدروجينية ولا تتكون التساهمية، ده صح كده، صح. السؤال ده كان مكرر عندنا قبل كده في ثانوية عامة. يرتبط الجين والبلازميد تلقائيا؟ لا طبعا. 24. بيقول لي للكثير من العلماء والمهندسين المصريين دور كبير في حرب أكتوبر المجيدة في عام 73، ومنهم الجيولوجيين الذين ساهموا بشكل كبير بعلومهم في كل المجالات الآتية ما عدا. تعالى يا عم. الجيولوجيا الطبيعية ليها دور في فهم دراسة أرض المعركة والتقدم الميداني والتخطيط للهجمات؟ تنفع، لأنه بيدرس العوامل. المياه الجوفية لحفر آبار واستفاد منها الجنود؟ تنفع. طب الجيولوجيا الهندسية عشان يعملوا أنفاق يختبئ فيها الجنود؟ تنفع. الله. طب الجيوفيزياء لدراسة تسارع المركبات على الرمال؟ دي مش بتاعت الجيوفيزياء. الجيوفيزياء ما بتدرسش فوق سطح الأرض، الجيوفيزياء بتدرس تحت سطح الأرض. أي نطاقات الأرض التالية مسؤولة بشكل رئيسي عن توليد المجال المغناطيسي؟ قشرة قارية ووشاح، وشاح ومحيطية، خارجي ووشاح. المجال المغناطيسي للأرض يرجع إلى وجود لب خارجي من صخور منصهرة يدور حول لب داخلي صلب. السطح العلوي لكتلة الأردواز التي تعلوها حجر طيني. الأردواز صخر متحول، فوق صخر رسوبي، يبقى ده عدم توافق متباين. أي من المعادن الآتية يصنف كمعدن عنصري وعنصر واحد؟ كالسايت ولا جرافيت ولا فحم ولا كوارتز؟ طبعا الجرافيت بيتكون من الكربون، كالسايت كربونات كالسيوم، الفحم مش معدن أساسا، والكوارتز ثاني أكسيد سيليكون. يتميز النظام البلوري السداسي عن البلوري الثلاثي بوجود زوايا أفقية متساوية في الاثنين، محاور أفقية متساوية في الاثنين، ومحور تماثل رأسي موجود. إنما هنا سداسي وهنا ثلاثي، بس أنا عارف إن مستوى التماثل موجود في السداسي بس مش موجود في الثلاثي. معدن إكس يخدش صخر الحجر الجيري، ده كالسايت، تلك جبس كالسايت اللي صلابته 3. ولا يستطيع أن يخدش معدن الأميسيست، ده كوارتز اللي صلابته 7. طب تبقى صلابته كام؟ بيخدش الحجر الجيري وما يخدش الأميسيست، جدع، يبقى صلابته 5. ادرس المخطط التالي الذي يمثل جزء من دورة الصخور ثم أجب. ده حجر رملي رسوبي، حرارة وصهير، دفن عميق، هيتحول إلى إكس. شفت احنا قلنا ايه؟ ما هو المسار الأكثر احتمالا لدورة الصخور الذي ستمر به صخر إكس؟ أولا هتبقى صخور متحولة، كوارتزايت، صح. طب وقد يؤدي الانصهار إلى تكوين صهارة، صح. طب يتحول إلى صخر ناري بسبب الحرارة العالية، الأول متحول. ستنصهر لتكون صخور بازلتية، لا. تذوب مباشرة لتكون جرانيتية، الإجابة عندنا ألف، كوارتزايت. والانصهار ممكن يوصلوا إلى الصهار. 31 من الرسم البياني الذي أمامك أي الصخور الآتية تمثل الحروف B و C و D على الترتيب؟ هو ده جبره. الأزرق ده عدد البلورات،
الابيض ده نسبة السيليكا ودي درجة حرارة التبلور. بي واضح ان فيه سيليكا زيادة، يعني بص اعلى حاجة فيها سيليكا ده، وبعد كده ده، وبعد كده ده، وبعد كده ده. فكر بقى، ده جبره اللي هو صخور قاعدية، اعلى حاجة هتبقى صخور حامضية، يبقى دي صخور حامضية وواضح ان ما فيهاش عدد بلورات، يعني لم يتبلور. يبقى هبص على دي، ده كوماتايت ولا اوبسيديان ولا جرانيت ولا اوبسيديان؟ لا طبعا هو اوبسيديان عديم التبلور. طب بصيت على سي، سي بازلت، سي بردوتايت، بي مايكرو جرانيت، بي مايكرو دايورايت. آه سي بازلت، سي بردوتايت. من الواضح عندي ان لما اجي اتفرج على سي درجة حرارة التبلور كانت عالية، نسبة السيليكا فيها كانت قليلة، ده السيليكا فيها قليلة عن الجبرو، السيليكا فيها قليلة عن الجبرو. الجبرو لو بيردو تايت نسبة السيليكا قليلة عنه، انما لو بازلت ما هو ده قاعدي وده قاعدي، بس ده سطحي وده جوفي، فكانت نسبة السيليكا في سي تساوي نسبة السيليكا في الجبرو، اذا ما ينفعش يبقى بازلت، ينفع يبقى بيردو تايت. طب بي تنفع مايكرو دايورايت؟ بي تنفع مايكرو دايورايت، يبقى الإجابة عندنا هي د. رواسب الغرين والصلصال تدخل في تكوين جميع ما يلي ما عدا صخور الخزان، صخور المصدر. تنفع في صخور المصدر؟ تنفع. خزان مش عارف. تين صفحي؟ تنفع. طفل نفطي؟ اهو ده اللي ما ينفعش، كيروشن. 33 عند قياس سرعة الاستجابة الحركية لأخوين ظهرت بعض الفروق بينهما في الاستجابة. أي هذه العوامل يفسر الفروق بينهم؟ سرعة الاستجابة: قوة المفاصل والأربطة، قوة العضلات ومرونة الأوتار، كفاءة نقل السيال العصبي للعضلات، كفاءة الغدد الصماء. هو بيتكلم على إيه؟ سرعة، يبقى ملهاش لا دعوة بقوة مفاصل ولا قوة عضلات. طب كفاءة نقل السيال العصبي للعضلات ولا كفاءة الغدد الصماء؟ لا، كفاءة نقل السيال العصبي للعضلات. 34 أي مما يلي يحدث عند حدوث خلل في المستقبلات الهرمونية على حويصلات المبيض؟ يقل إفراز الأستيروجين. تنفع لأن هي بتفرز من حويصل الجراف. طب يقل الاف اس اتش؟ لا. يزيد الاستيروجين؟ ده خلل. طب يزيد الاف اس اتش؟ لا. طب ليه يا استاذ الاف اس اتش لا؟ انت قلت ما هو حبيبي عشان الاف اس اتش ده بيفرز من النخاميه. طب يا استاذ مش لما يقل افراز الاستيروجين ممكن يزيد افراز الاف اس اتش؟ ايوه، انما انا عندي السبب المباشر هو الف. كم عدد الانويه الموجوده في انبوبه اللقاح اثناء مرورها خلال جدار المبيض؟ اثناء مرورها في جدار المبيض 2. ساعات بتبقى نواه مولده ونواه انبوبيه، يا اما تلاشت فالنواه المولده هتنقسم الى نواتين ذكريتين، ده او ده يعني. 36 يتميز الجنين في بذور غالبيه النباتات ذات الفلقه الواحده بانه النباتات ذات الفلقه الواحده يحتوي على فلقه واحده محاطه بالاندوسبرم. صح صح، الاندوسبرم حوالين الفلقه. طب فلقه واحده بها غذاء مخزن فيها اندوسبرم، دي اصح. طب فلقه واحده تخزن الاندوسبرم، مش الفلقه اللي بتخزن الاندوسبرم، الاندوسبرم حوالين الفلقه ينمو ببطء، لا طبعا يبقى يحتوي على فلقه واحده محاطه بالاندوسبرم. وخلي بالك عشان دي نقطه ملحوظه مهمه جدا، الاندوسبرم حوالين الفلقه. ما العمليه التي تحدث عند تكوين البويضات في الانثى ولا تحدث عند تكوين الحيوانات المنويه في الذكر؟ تمهيدي اول، ده من خطوات اي انقسام. انتاج 4 خلايا بنويه بيطلعوا الاربعه، 4 لانه طالع ميوزي، ايا كان اسمهم ايه بيحصل ميوزي اول، انما توقف الميوزي الثاني لحين الاخصاب ده في البويضه بس. 38 شكل مقابل يوضح بعض خطوات المناعه الخلطيه، اي مما يلي صحيح بشان س وصاد وعين. س مستقبلات على سطح خلية دم بيضاء،
واخده شكل الاجسام المضاده، تنفع تبقى اجسام مضاده على فكره، ودي تبقى خلايا بائيه. صاد اجسام مضاده بتنتجها البائيه البلازميه. استنى. ده كده الانتيجين. نشطت الخلايا البائيه التي تحمل الانتيجين، ادت بي ذاكره عليها اجسام مضاده، وبي بلازميه تنتج اجسام مضاده، ترتبط بمسبب المرض اهو علشان تكتف مسبب المرض لحد ما تيجي المتممات. يبقى ليهم نفس التركيب الكيميائي، لانه نفس مسبب المرض، وبالتالي هيبقى نفس الاي جي عشان ينفع نتعامل معاه. أصيب إنسان بالملاريا بعدما لدغته أنثى بعودة الأنوفيلس المصابة بالطفيل وظهرت عليه أعراض المرض. أي مما يلي قد تم حدوثه؟ بيقول لك ظهرت عليه أعراض المرض. نظام المناعة الفطري قاوم الطفيل وفشل. تكيفي قاوم الطفيل وفشل. تكيفي والفطري قاوم الطفيل وفشل طالما ظهرت أعراض المرض، وبالتالي لازم ناخد علاج. طبعا بيتم تحفيزه بمجرد دخول الكائن الممرض يعني. أي مما يلي يفسر تطابق نسب القواعد في جزيئات الدي ان ايه لنسيجين مختلفين في نفس الكائن الحي. جميع خلايا الكائن الحي الواحد تحمل نفس المستوى. كل الدي ان ايه موجود في كل الخلايا. كل نسيج له جينوم خاص به؟ لا. يتغير تركيب الدي ان ايه حسب نوع الخلايا؟ لا. يختلف ترتيب القواعد من نسيج لاخر؟ لا. جميع خلايا الكائن الواحد تحمل نفس المحتوى. قد يتضاعف عدد الكروموسومات في الخليه، وذلك بسبب جميع ما يلي ما عدا: في تضاعف صبغي، فشل تكوين الغشاء بين الخليتين البنويتين، ينفع. عدم انفصال الكروماتيدات بعد انقسام السنترومير، ينفع. فشل الياف المغزل في العمل بشكل صحيح. غياب الجسم المركزي، انا ما اعرفش جيم، بس غياب الجسم المركزي دي انا عارف ان الخليه اصلا مش هتنقسم، اساسا مش هتنقسم. كيف يختلف الار ان ايه عن الانواع الاخرى من الار ان ايه؟ يمكن ان ترتبط بعض اجزائه بروابط هيدروجينيه. لا، تي ار ان ايه. يحمل شفره بناء سلسله عديد البيبتايد، ام ار ان ايه. لا يرتبط بالانواع الاخرى من الار ان ايه بروابط هيدروجينيه. صح، ممكن يبقى في روابط هيدروجينيه بين التي ار ان ايه والام ار ان ايه في تزاوج الكودون ومضاد الكودون، انما الار ار ان ايه لا. يرتبط بالحمض الاميني؟ لا طبعا، ده التي ار ان ايه. طبقات رسوبيه تاثرت بمجمع عاليه اللزوجه. عاليه اللزوجه يعني انا بتكلم على لاكولايس عملت طيه محدبه، تبلرت على شكل قبه، ثم تعرضت لضغط ادى الى كسر وحركه احد الجناحين فوق الجناح الاخر. ما التركيب المتوقع؟ بيقول لي طب عاليه اللزوجه يبقى فيه طيه محدبه ضغطت على اللي فوقها، شلت جيم ودال. طب تعرضت لضغط وحركه الجناحين فوق التاني، يعني الحركه اللي هنا حصلت حركه افقيه، ما ينفعش يبقى عادي، ده فالق دسر لانه نوع من انواع الفوالق المعكوسه. تتكون الكتل الناريه الجوفيه العميقه مثل الباسولايس. تندفع الصهاره بين طبقات الصخور المتواجده مسبقا. تتبلور الصهاره على عمق كبير جدا في القشره الارضيه. تندفع الصهاره وتتجمد على سطح الارض؟ لا طبعا، ده اكيد. شقوق عموديه، عروق صخريه؟ لا طبعا. طب تندفع الصهاره بين طبقات الصخور المتواجده ولا على عمق كبير؟ لا طبعا على عمق كبير، دي في باطن الارض اسمها جوفيه. انما لو بين الطبقات حتى هتفكر في متداخل مقالي. يختلف الانقسام الميوزي في الاقتران عن الانقسام الميوزي في تكوين الامشاج في توقيت حدوثه والهدف منه. توقيت حدوثه لانه بعد تكوين اللاقحه في الاقتران قبل تكوين اللاقحه في الانقسام الميوزي. الهدف منه اختزال عدد الصبغيات الى النصف علشان ترجع خلايا العدد الكلي للصبغيات كما هو. هنا اختزال عدد الصبغيات للنصف علشان يحمل كل مشيج مذكر او مؤنث نصف عدد الصبغيات لحدوث الاخصاب. حدد أي نوعي من الانقسام الميتوزي والميوزي له دور في الحفاظ على الصفات الوراثية، وأي منهما له دور في تطور الكائنات الحية. الميتوزي يحافظ على ثبات الصفات لأن 2 نون تدي 2 نون نفس الكلام، إنما الميوزي تطور الكائنات الحية لأن بيبقى فيه تنوع، لأن ده اللي بيحصل فيه العبور الوراثي. أيهما أكثر خطورة على حياة الكائن؟ حدوث خطأ أثناء تضاعف الدي ان ايه أم خطأ أثناء الترجمة؟ طبعا هو الأخطر هو حدوث خطأ أثناء تضاعف الدي ان ايه، لأنه هيأثر على الدي ان ايه الناتج.
إنما خطأ أثناء الترجمة أقل تأثيرا، لأنه فقط بيؤثر على البروتين الناتج من عملية الترجمة ولا يؤثر على الصفات الوراثية. ربنا يجمعنا دايما بالخير يا رب، بالشفاء.